حقيقة موضوع الفن العراقي تأخر لسبب مهم جدا، وهو عدم وجود شركات إنتاج، وهذا مما أدى إلى تأخر الإنتاج بالسينما والمسرح، لكون أنه هكذا مشاريع سينمائية أو تمثيلية أو مسلسلة تحتاج إلى دعم وشركات راعية. تشوف أنه أكثر الأعمال يبحثون على السبونسر أو الراعي قبل لا يبحث عن العمل. يعني الفكر العراقي موجود، الفنان العراقي مجتهد، لكن للأسف ماكو شركات داعمة حقيقية. فنطالب أنه حتى يكون الفن العراقي بمستوى الدول العربية على الأقل، إن لم يكن ينافس عالميا، بحاجة إلى متابعة من وزارة الثقافة لوجود شركات أو خلق أو صناعة أو تأسيس شركات عراقية إنتاج تختص بالإنتاج حتى يقدر يبدع. لأنه اليوم أنت كل عمل أو كل فن يحتاج إلى الإنتاج الحقيقي والدعم الحقيقي للإنتاج. فهذا من الجانب خلينا نقول المادي. أما الجانب المعنوي، حقيقة دعم الفنان العراقي يجب أن يتلقى من حكومة السوداني أنه تراعي مسألة الفنان العراقي والشاعر العراقي والمطرب العراقي، أو بصورة عامة الصحفي العراقي، لأن ذولا واجهة بلد، وذولا هم اللي يمثلون الدولة الحقيقية. احنا وصلت لنا أكثر ثقافة الدول أو ثقافة الدول من خلال فنها أو من خلال صحفيينها أو من خلال شعراها. فاحنا بحاجة إلى دعم وطني ودعم حكومي حتى نبدع ونوصل ثقافتنا. أكيد إحنا نلاحظ أكو تصاعد بالمسرح العراقي وبالدراما العراقية وبكل الفن. بصراحة دا أشوف دا تصير أكو حركة شبابية حلوة، أني فرحانة بيها وسعيدة، وأنتمي لهم أني أصلا، فما أقدر أقول غير هيك. شرفتونا في مسرحيتنا، مسرحية تعويض إخراج تحرير الأسدي. جاي نشوف حاليا في الوقت الحالي بالفن العراقي بدأ يصاعد عن قبل. قبل كان اكو اهمال حكومي زين بخصوص المسرح العراقي، بس الان بدأ يصاعد وبدأت تتطور المسرحية العراقية، وجاي تظهر طاقات شبابية عميقة وجميلة كلش، وجاي يشوفون التألق اللي جاي يصير بهاي المسرحية ولا غيرها، ولا بمهرجان بغداد الدولي اللي انحضر ذاك الشهر السابق. بشكل عام الفن العراقي يعني نقول من ناحية الحكومة يعني ماكو ذاك الدعم. زين، ابسط مثال مسرح الرشيد اللي مغلوق من السقوط من 2003، ما توجهت لاي جهات سياسيه بفتحه او تطويره، زين، وبدعمه للطاقات اللي حاليا جاي تظهر، الا بدعم ذاتي يلا انفتح هذا المسرح.